كانت اهم حاجه كنت بقولها للاكونت مانجرز اللي في التيم بتاعي ان احنا ماكسيمم بنرد على الكلاينت بعدها بساعه. انا عارفه ان الكلام ده ممكن ما تصدقوش بس هو ما اتنصبش عليا ولا مره. كل شغلي كان في مصر بس كنت بشتغل مع ناس بره ودلوقتي حتى في شغلي بشتغل مع ناس في دبي، في الكويت، اردنيين، اماكنز كمان، وفي اماكنز اكسباتس جايين مصر وبيعملوا بيزنسز فبشتغل معاهم. زي لا بتعب من السوشيال ميديا وساعات بحس ان عايز اسيب تليفوني لان انت ساعات بتحسي ان انت طول الوقت كونكتد وده مش سهل. بس انا حاسه ان انا ساتيسفايد اكتر ان انا في مثلا سنجل مام عارفه انها تعمل بيزنس دلوقتي وتدخل مبيعات. ازيك يا هنا؟ ايه الاخبار؟ انت اسمك بالكامل ايه؟ هنا زهير عبد الرحمن ريان. بقالك قد ايه بتشتغلي؟ بشتغل بقالي 13 سنه. منهم كام سنه ايجنسي لايف ومنهم كام سنه فريدم اللي هو بقى بزنس اونر وكونسلتنت؟ في الاول ميديا عشان بس كنت شغاله في ماجازينز وكده، وبعد كده اشتغلت في ايجنسيز مثلا 4 سنين اي ثينك. يس. ايه الشغلانات اللي اشتغلتيها في حياتك كلها؟ اشتغلت صحفيه، واشتغلت يعني اديتور، كنت اللي هو مسؤوله عن ماجازينز معينه. وبعد كده اشتغلت بقى بصراحه انا اول ما دخلت سينيور اكاونت مانجر، بعد كده دخلت كبيره على طول. بعد كده هيد اوف ديبارتمنت، وبعد كده جروب دايركتور، وبعدين سوشيال ميديا دايركتور، وبعدين فاوندر اوف ديسربت سوشيال ميديا كونسلتنت. حلو قوي. في كل الشغلانات دي اكتر شغلانه انت بتنجوي ايه؟ اللي انا بعمله دلوقتي. واكتر شغلانه بتقابلي فيها فريلانسرز دلوقتي؟ فانت بالنسبه لنا كلاينت. ايوه حلو قوي. اللي انا بعمله دلوقتي ديفنتلي فريلانسرز وبيبل واوفر، يعني الناس اللي بتقدم سيرفيسز. طب انت بما انك بتشتغلي مع فريلانسرز طول فتره البيزنس بتاعك، ايه اغرب موقف حصل لك مع فريلانسر؟ هقول لك هي حاجه بتحصل كونسيستنتلي او بشكل دائم، يعني ان الناس تقول ان فريلانسر يبقى تفكيره لا انا مش هجت بوك. بقول لك مش فاضي يا عم، ده انا زبونك يا عم، كل شويه بجيلك. معلش لما تجيلي المره الجايه بقى اطلع لك. او انا مش هقول ان هو غريب، بس من الحاجات اللي بحس انها frustrating ان حد يفضل يقول لا بس الناس مش هتشوفني، اصل انا ما بعرفش اظهر، اصل انا ما بعرفش اعمل، اصل انا يعني كلمه ما بعرفش بحسها بتبقى كتير قوي لاي حد بيقدم سيرفيس هو مش فاهم كميه الاوبورتيونيتيز اللي ممكن يعملها، وان الحاجات اللي بيقولوا عليها ما اعرفش هي حاجه يقدر يعرفها عادي. اكتر كومنت غريب جالك من فريلانسر لما قلتي له ستارت يور سوشيال ميديا؟ انا مش عارف انا عايزه اقدم ايه، يعني هو فريلانسر بس لسه بيبتدي عايز يقدم سيرفيس بس مش عارف يقدم ايه السيرفيس اصلا، ودي مشكله كبيره يعني خلينا نتكلم فيها كمان شويه. اشطر فريلانسر اشتغلتي معاه كان مواصفاته ايه؟ بياخد التيبس بيطبق ان هو عايز يعرف يعمل من نفسه براند. لما بيعرف حاجه وبيتعلم حاجه بيطبقها فيعرف يوصل منها لكلاينتس اكتر. يعني هنا ككلاينت ما عندهاش مشكله ان الفريلانسر اللي يشتغل معاها ما يبقاش تنين مجنح، انت مش لازم تكون اشطر حد في المجال، لا بس انت تبقى بتشتغل على نفسك وعندك ساعات تاخد التيبس اللي انا بقولها لك ككلاينت. بس مش لازم يكون طبعا اشطر حد في المجال، بس برضو ما ينفعش يكون ان انا السيرفيس دي مش متاكد ان انا اقدر اقدمها وابتدي سوشيال ميديا واقول للناس انا اكسبرت فيها. دي بالنسبه لي مشكله برضو، يعني لازم هو يكون متمكن من اللي هو بيقدمه، لان في الاخر انت في الاخر ده هيأذي البورتفوليو بتاعك لما كلاينت واحد بس بيقول كلام حقيقي، مش كلاينت بيتبلى عليك او كلاينت متضايق وخلاص من اي حاجه. بس انا بتكلم كلاينت كويس وريزنبل وشايف ان انت عملت حاجه او انت معرفتش تفيده لان انت لسه محتاج تزود حاجات شويه او تعرف تشتغل على نفسك اكتر، فهنا دي اللي بتبقى مشكله. احنا متفقين انه البيزنس اونر في بدايه حياته بيبقى زيه زي الفريلانسر، في الاول في الاخر اتس وان مان شو. فانت اول ما سبتي الايجنسي لايف وبداتي تشتغلي كبزنس اونر، اكيد انت اللي بتكلمي الكلاينت على طول، ما عندكيش اكاونت مانجر، ما عندكيش تيم. اكتر موقف صعب كان بيواجهك وانت بتكلمي كلاينت كان ايه زمان؟ اولا ان انت تبقى قادر ان انت تلاحق على الترافيك ده لو عندك ترافيك عالي، يعني دي اصلا بتبقى مشكله، وحتى لما بتجيب ناس بتفضل مشكله، فاصلا دي مشكله لازم تشتغل عليها الترافيكينج. لما كنت بشتغل لوحدي طبعا ان انا اظبط ان انت يو ريسبوندنج على طول ومتواجد على طول، وسبيشلي ان انا يعني انا كنت بشتغل في ايجنسي. كانت اهم حاجه كنت بقولها للاكونت مانجرز اللي في التيم بتاعي ان احنا ماكسيمم بنرد على الكلاينت بعدها بساعه. كانت صعبه قوي بالنسبه لي بعد ما طلعت ان انا مش عارفه اعمل ده، انه لو في حاجات كتير وايميلات وبتاع وانت في نفس الوقت قررتي تعملي الشغل ده بالبيس بتاعك، فهعمله بالبيس بتاعي ولا هفضل برضو ماسكه تليفوني 24 ساعه غير الشغل ده؟ اتنصب عليكي كم مره؟ انا عارفه ان الكلام ده ممكن ما تصدقوش بس هو ما اتنصبش عليا ولا مره. عملتيها ازاي؟ هقول لك عملتها ازاي. هي دي الفكره في السيستم اللي انا حطاه من الاول، وعشان انا عندي خبره في الفيلد وعندي خبره في التعامل مع كلاينتس كبيره، فما كانش هينفع خالص يعني من الاول كده انا ما بشتغلش غير اب فرونت، استحاله حتى مع كوربريت. يعني انت في بارت 2 من الحلقه دي هتغششينا سيستم
هتغششه لنا هو اكيد. سيستم بسيط جدا يعني ما فيهوش حاجه متعبه، بس خلينا نتكلم فيه لان هي بتعتمد على بوزيشننج بتاعك، انت حاطه نفسك ازاي في الماركت وبتعاملي نفسك ازاي كفريلانسر او بزنس اونر. انا شايف نفسي فين وبوافق على ايه وما بوافقش على ايه، الباوندريز بتاعتي ايه في الماركت. انا ممكن اقول لك مش اتنصب عليا، بس ممكن اقول لك بقى ان حد يفضل باك اند فورث كتير، هي دي بقى المشكله، وبعدين يبقى ضايع من وقتك، وبعدين في الاخر بس ده كلاينت مش هيشتغل، عايز يطمن، عايز يعبر. ما عنديش مشكله. طب صح كلامك 100%، بس لما تيجي تتعامل بالنسبه لي انا في حالتي انا بتعامل مع كونسلتنت، فالكونسلتنت اصلا الساعه معاه برقم، فاهمه؟ بره يعني، هنا برضو اكيد مش زي بره، بس لا احنا بننزل، ممكن ننزل لو كلاينتس معينه ممكن انزل معاهم الاول، بس انا بتكلم على براندز يعني كبيره ممكن ننزل عشان نتكلم بقى في اللي احنا ناويين نعمله، لانه بروبلي هيبقى اكتر من كونسلتنت سيشن بكتير. فدي حاجه، بس الباك اند فورث كتير، انه مثلا يقعد يبعت ويسال ويعمل، مش انه يسال، هو يسال ده عادي جدا، وممكن كمان اللي هو تساعديه في حاجه او كده، لان انا برضو اكيد مش بتعامل مع كلاينت كل حاجه بسعر وكده، وفي الاخر لا اصل احنا هنأجل شهرين عشان احنا دي ضربه في مقتل ايه. ما حصلتليش كتير الحقيقه، بس لسه حصل قريب وما عجبتنيش الطريقه انت الصراحه صريحه. طب يا هنا، انا عارفه ان انت مش بس عشتي في مصر، انت عشتي في بلاد تانية. فقولي لنا ايه البلاد اللي انت عشتي فيها؟ انا عشت في امريكا، اتولدت هناك في كاليفورنيا. يمكن اول مره اقول الحكايه دي، انا اتولدت هناك، يمكن في ناس عارفه انا عشت هناك، بس انا اتولدت هناك، اهل مامتي لسه عايشين هناك، وعشت في الاردن، ومن هنا بقى جيت مصر. يعني انت اشتغلتي مع العميل الامريكي، واشتغلتي مع العميل الاردني، واشتغلتي مع المصري؟ لا انا اشتغلت ديفنتلي كل شغلي، يعني الكلام ده وانا اصغر، كل شغلي كان في مصر، بس كنت بشتغل مع ناس بره ودلوقتي حتى في شغلي بشتغل مع ناس في دبي، في الكويت، اردنيين، امريكانز كمان، وفي امريكانز اكسباتس جايين مصر وبيعملوا بزنسز فبشتغل معاهم. فانا اشتغلت مع جنسيات كتير قوي، حتى لما كنت في الايجنسيز كمان، وكمان في البزنس بتاعي دلوقتي. طب لو دلوقتي انا فريلانسر ميد كارير، عايزه اكسباند واشتغل مع كلاينتس انترناشونال، مش بس كلاينتس من الناشوناليتي بتاعتي، فلو انت هتديفاين كل جنسيه، كل كلاينت من كل جنسيه بصفه واحده، فالامريكي هتصفيه بايه؟ الكلاينت الامريكي بالنسبه لي انا براكتيكال وعملي، ودي حاجه انا يعني دي حاجه انا بتريحني، يعني بحس ان هو احنا جايين نشتغل، هنخلص الشغل، هنابلاي، فبالنسبه لي دي. وطبعا دقيق جدا في حته يعني انا وقتي، يعني بيحترم وقتك، بيحترم بصراحه، يعني ده بالنسبه، لان هم كده في حياتهم، فحته الوقت دي بيحترموها قوي، مش بيعدوا الوقت. يعني الاماراتي الحلو فيه ان هو ما عندوش مشكله يستثمر في الماركتنج بتاعه، بس بيبقى فيه جزء تاني ساعات بحس ان لا، المفروض تكون الماركتنج، يعني مش بقول كل الاماراتيين، انا ما بقولش كده عشان بس ما حدش يفتكر، بس بتكلم بحس ان ساعات بتبقى لا، محتاجين نركز اكتر في الجزء السوشيال ميديا، ومن الاكسبيرينس بتاعتي ان انا شايفه السوشيال ميديا هناك محتاجه اصلا تتطور in terms of account managers شغالين هناك، يعني حاسه ان هنا الموضوع تطور اكتر عن الامارات. المصري فيه بقى مختلفه، لان ده اكتر ناس انا اشتغلت معاهم، بس المصري فيه نوعين هقدر اقول. اول النوع اللي هو اللي بينجز، اللي شبه الامريكي ده، وده اكتر حد بيبقى بيفيد نفسه قبل ما اكون انا مرتاح معاه في الشغل، كمان الموضوع مش عليا انا بس، هو بيفيد نفسه، بيبتدي يشوف ريزلتس على طول، عشان هو بيقفل، يعني من خلص السيشن بيبتدي ابلاي. وفي النوع التاني لا انا مش هعرف اعمل كده، لا انا مش هينفع اعمل. طب والنوع اللي هو بيبقى عايز النصيحه، عارفه اللي هو عايز هاكس، بس اللي هو ايه، خلصيني انا هحط اغنيه وهوصل ل1,000,000، هو كده يعني، فاهمه قصدي؟ ومش ده اللي انا بتكلم فيه، انا بتكلم في التسويق، ما بتكلمش بس في ترندز وكده، ان انت تبني بجد بيرسونال براند او بزنس براند قويه. المساوئ بقى، مساوئ الامريكي احيانا ايموشنلس شويه، يعني ما فيش عارفه، ما في، انا كده مش شايفه ان الشغل المفروض يكون فيه مشاعر كتير وكده، بس في نفس الوقت الجفاف ده مش خطير يعني. بتتعبي من السوشيال ميديا ساعات جدا، بس انتي شغلك كله انك بتقولي للناس ازاي يكونوا موجودين على السوشيال ميديا، وبشتغل بقعد على السوشيال ميديا كتير جدا، واتابع كل حاجه بتحصل طول الوقت. بس حتى لما كنت بشتغل في ايجنسيز ودلوقتي في البيزنس بتاعي، لا بتعب من السوشيال ميديا، وساعات بحس ان عايز اسيب تليفوني
لان انت ساعات بتحسي ان انت طول الوقت كونكتد، وده مش سهل ان انت تبقي طول الوقت في ناس بتسالك على حاجات، وطول الوقت انت مثلا يعني دي حاجه I'm blessed او الحمد لله ان دي حاجه حاصله معايا ومع البيزنس بتاعي. بس في جزء تاني اللي هو لا، بتبقى صعبه ان انت طول الوقت تبقي مفيش وقت انك تحسي ان انت isolated. يعني للاسف السوشيال ميديا زي كأن في افكار كتير قوي في دماغك طول الوقت شايفاها قدامك. كمان يعني انا شخص بيفكر في الشغل كتير وبيفكر في افكار طول الوقت، فدماغي مش مريحاني قوي في الحته دي، فمع ده ساعات بحس ان انا overwhelmed. فايتس اوكي ان انا ابقى ظاهر على السوشيال ميديا بس ابقى مش طول الوقت على السوشيال ميديا. اتس اوكي طبعا، بس هي انك تخلقي البالانس ده مش سهل، مش هضحك عليكي واقول لك ان هو موجود. طب لو يعني هنا واتساب مسجز فاهمه كل ده اتس جريت والله، في حته الحمد لله ان ده موجود وان في انترست في ديسربت. بس في نفس الوقت لا طبعا بتتعبي وساعات بتبقى حاسه انك يعني انا محتاجه اقعد لوحدي خالص وابعد عن التليفون خالص واجو اوف ذا جريد كده يوم واحد. يعني للاسف في الفترات اللي فاتت ما كنتش بلحق اكتر من يوم يومين. ومش هقول لك ان دماغي بتشات اوف، لان عيب السوشيال ميديا ان انت هي حاجه بيسموها بالانجلش ان انت وايرد قوي. يعني حتى لما بتسيبي التليفون انت خلاص دماغك، لان التليفون عامه بيعمل الايفكت ده على البني ادمين. اي حد لما يقعد على التليفون كتير وعلى السوشيال ميديا كتير بيحصل له احساس ان هو خلاص هو مفوق حتى لو هو عايز ينام. فهي دي المشكله، هي دي البالانس ده مش سهل ان انت تفصلي تماما. طب لو هنا دلوقتي هناخد منها تليفونها وهنخليها ما تشتغلش اون سوشيال ميديا، هتبقى بتشتغل ايه؟ رايتر، بكتب كتب بتاعتي، وكنت بحب اكتب شعر، وموتيفيشنال سبيكر. اول كتاب هتكتبيه هيبقى بعنوان ايه لو موجه للفريلانسرز؟ لو موجه للفريلانسرز know your worth. انت دايما كنت بتقولي جمله بتاعه لو انت مش مؤمن بنفسك عايز الناس تؤمن بيك ليه؟ طبعا 100%. يعني دي حاجه انا مؤمنه بيها جدا، والقيم الجوهريه ليك كبراند. انت براند دلوقتي، احنا في زمن كل بني ادم يقدر يكون براند. الفكره كلها انت بتقدم ايه للناس. الموضوع مش بس فلوس وتحقيق دخل وكل الكلام ده، الموضوع ممكن يكون اكبر من كده بكتير قوي. ان انت تعمل تاثير بجد، ان انت تعمل فرق في اندستري كامله، تخلق اختلاف وتخلق فرص عمل للناس. يعني انا دلوقتي من احسن الحاجات اللي بتعجبني في ديسربت انه مع اني زمان كنت بشتغل مع براندز كبيره بقى وجلوبال وكده، بس انا حاسه ان انا ساتيسفايد اكتر ان انا في مثلا سنجل مام عارفه انها تعمل بيزنس دلوقتي وتدخل مبيعات، في راجل مثلا عارف يعمل بيزنس جنب ويقدر يدخل دخل اكتر. فبالنسبه لي التاثير ده فولفيلنج اكتر من اي حاجه تانية، ان انا ابقى فولي بوكت او ان انا بحقق دخل. ده بجد مش طبعا تحقيق الدخل مهم جدا يعني مش ما هو انا الاند جول، بس انا عشان اوصل للاند جول ده بس لو بحقق دخل بس ومش حاسه بالتاثير ده انا كمان مش هبقى مبسوط. يعني مهم عندي ونفسي يعني يا رب يعني انه البلاتفورم دي بحاول ابص على برضو طرق تانية، ان ربنا حطني في موقف ان انا يبقى عندي بلاتفورم، فان انا منها اعمل حاجات تبقى بيورلي كويسه خير، ما يبقاش في وراها هدف مادي. عشان كده قريب مثلا اي لونشت، يعني هي دي حقيقي نيتي، يمكن مش عارفه اذا المفروض احكي حاجه زي كده ولا لا، بس ان احنا مثلا هنقول الوظائف اللي موجوده في التسويق كل ساندي، وان بس من كل طلبان البيزنسز ان هم يبعتوا لي في ايميل، يبعتوا لي فلاير ويكتبوا فيها، عشان احنا في وقت اقتصادي صعب قوي، وانا عارفه ان في ناس كتير بتعاني، وطبيعي ان يكون في ناس كتير، ما فيش حد فينا مش دلوقتي ما تاثرش باللي حصل. يا رب يعني اكون هنعتبر دي اكسكلوسيف للفريلانسر. ات از ان اكسكلوسيف، يعني هي اوريدي موجود، انا نزلتها لحد اللي فات، بس قصدي الاكسكلوسيف نيتي وراها. يمكن ما بحبش اقول كده عشان ما حدش يفتكر انه بريتنشس بقى او بمثل بقى المثاليه وكده، بس هي دي النيه وراها. يعني في البارت الجاي من الحلقه هتقولي لنا شويه من الاسرار اللي هتكتبيها في كتابك لما السوشيال ميديا تختفي من الحياه. 100%. لما السوشيال ميديا تختفي، ولا لما اوكي، اصلا ممكن اكتب الكتاب ده برضه والسوشيال ميديا موجوده. حلو، يبقى المعلومات برضه اكسكلوسيف للفريلانسر. يلا نروح للحلقه الثانيه.